قنبلة أقوى من قنبلة هيروشيما نزلت من السماء واختفت في يوم صيفي عادي جدا من سنة 1908 الساعة 7 صباحا بالقرب من منطقة في شرق سيبيريا في روسيا. الناس صحت على حاجة ما قدروش يوصفوها غير بجملة واحدة، وهي نهاية العالم. انفجار ضخم جدا هز الأرض من حواليهم. الناس سمعته على بعد آلاف الكيلومترات. الناس وقعت من مكانها، شبابيك اتكسرت، أبواب اتحطمت، ودخان تصاعد لعلان السماء. استمر عدة أيام ودمار أكتر من 80 مليون شجرة. قالوا إن قوته تجاوزت قوة قنبلة هيروشيما بأكتر من 1000 مرة. شهود العيان قالوا إن هم شافوا كرة ضوئية عملاقة في السماء. بس لحظة، فين فوهة الانفجار؟ فين الحطام؟ طب فين الجسم اللي انفجر أصلا؟ المفاجأة، مفيش. ومفيش أي شخص جات له الجرأة إن هو يروح لمكان الانفجار لمعرفة السبب إلا بعد 19 سنة. راحت أول بعثة علمية للاستكشاف، وطوال الفترة دي خرجت عديد من النظريات لمحاولة تفسير إيه اللي حصل. في منها اللي قال إن الانفجار ده ممكن يكون بسبب جسم فضائي نيزك، أو ربما مذنب دخل الغلاف الجوي وانفجر على بعد 8 كيلومتر قبل ما يوصل للأرض. يعني انفجار حصل في السماء من غير ما يلمس الأرض أصلا. ولحد النهاردة مفيش أي أثر مادي لسبب الانفجار ده. انفجار تونجوسكا انفجار غامض، ولكنه حدث بالفعل.